كتير مننا بيقعوا في فخ محاولة ارضاء الناس. انا بشوف لما برضي الناس خلاص كده انا مش عايز حاجة من الدنيا، انا هدفي ان انا ارضي الناس كلهم يكونوا راضيين عني، وده شيء مستحيل، شيء مستحيل ومش مطلوب منك، ولو حاولته مش هتقدر توصل له اصلا. الصح في الامور انك انت بتحاول ترضي ربنا، لما بيرضى عليك ربنا بيرضى عنك الناس والدنيا كلها. دولة المغرب من حوالي 200 سنة في واحدة من القرى اللي كانت بدائية وقتها، بدائية جدا يعني، كان في 2 شباب، واحد اسمه يعقوب واحد اسمه حسن. يعقوب وحسن الاثنين كان عندهم 18 سنة وقتها، وكانوا شابين بيعانوا من البطالة وان هم مش لاقيين شغل، وان هم يعني حالهم متبهدل وكده، بيشتغلوا يوم و10 لا ارزقية يعني زي ما بنقول عندنا احنا في مصر. يعقوب وحسن او يعقوب وحسن ما كانوا بيعانوا مش عارفين يلاقوا شغل، لغايه ما في مره حسن يعني بيقول له يعقوب، بيقول له بقول لك ايه، ما تيجي فلان الفلاني ده اللي هو واحد من سكان القريه يعني عنده مواشي كتير بقر وخرفان وكده، ما تعالى ناخد حاجه منهم ونروح نبيعها. بس دي تبقى سرقه. قال له ايه يعني احنا مش لاقيين هنعمل ايه يعني، نموت من الجوع، تعالى. المهم اقنع صاحبه يعني، ويعقوب وحسن راحوا سرقوا عشان ما يقدروش ان هم يسرقوا البقر يعني والعجول حجمها كبير، فايه راحوا خدوا الخرفان، بقوا يجوا ينطوا على الزريبه او المكان اللي متشال فيه المواشي، ياخدوا الخرفان ويروحوا ايه، خدوا 3 خرفان وراحوا باعوهم في السوق بتاع القريه اللي جنب القريه بتاعتهم قبل الفجر كده، ونجحت العمليه وبقى معاهم فلوس. الموضوع حلو قوي اهو، مشوا بالفلوس دي 2 3 طيب تعالى نعملها تاني، نروح عند واحد تاني نسرق منه برضه، ماشي. قعدوا يعملوها مره في 2 في 3 في 4 لمده 6 شهور. 6 شهور يعني كانت المساله معاهم زبادي بالخلاط زي ما بيقولوا، يطلع كل يوم يروح يسرق خروفين 3 يروح يبيعهم في سوق القريه اللي جنبهم، يرجعوا معاهم فلوس يقعدوا بيها ايه اسبوع و10 ايام واسبوعين، لغايه ما في مره من المرات اتمسكوا، اتقفشوا بالصدفه. الناس بدات تلاحظ ان في حاجه غريبه بتحصل في القريه، وان بيتسرق الخرفان اول باول. طب نعمل ايه؟ قعدوا يراقبوا لغايه ما ايه راحوا مسكوهم. كنوع من العقاب وقتها وكنوع من العرف اللي كان سايد في القريه دي بمفاهيم الناس وقتها يعني، طبعا اكيد دلوقتي ده اتغير. اهل القريه راحوا مسكوهم وحكموا عليهم حكم غريب شويه. جابوا سيخ كده، سيخ متسخن بالنار يعني، وحفروا على راس او على قورة كل واحد منهم حرفين سين خ، اختصار لكلمة سارق خروف، عشان تبقى زي وصمة عار يعني على جبين ده وده يعني العمر كله. وسابوهم، قال لك كفايه ان انتوا كلنا عرفنا ان انتوا حراميه، وان انتوا كده مذلولين العمر كله، وحرف سين خ ده يا جماعه دليل على ان هو سارق خروف، خلاص فكل الناس عرفت يعني. حسن ما استحملش الاهانه دي، وما استحملش انه يفضل عايش في نفس القريه. انا ما اروحش اشوف اكل عيشي في اي مكان تاني، انا مش قادر استحمل اعيش هنا. وفعلا ساب القريه ومشي. اللي رفض انه يمشي يعقوب، قال لا انا هعيش هنا. فحسن بيمشي بيقول له انت هتعيش بعارك، هتفضل عايش بالعار بتاعك. قال لا خلاص يعني انا كده ولا كده تبت، هفضل عايش وكده وسط اهل القريه. قال له مش هيتقبلوك، اللي وصموك بان انت حرامي وهزقوك وفضحوك عمرهم بعد كده ما هيسامحوك. قال له مش عايز اسامحهم، انا كده ولا كده تبت لربنا وهكمل حياتي في القريه. قال له طب واللي على راسك ده هتشيله ازاي؟ قال له مش عايز اشيله، خليه. فعلا مشي حسن وفضل يعقوب في القريه، والقريه فيها كده مسجد صغير يعني، فسخر نفسه يعقوب لخدمه كل زوار المسجد يعني، بقى ينظف المسجد وبقى يرعى المسجد وبقى يزرع حواليه شجر، وبقى حتى يبات على عتبه المسجد. قعد الموضوع ده قد ايه؟ قعد يعمل الموضوع ده قد ايه؟ هو كان عنده 18 سنه وقت ما حصلت القصه دي، او 19 سنه، كان دخل في ال 19. قعد يعمل كده لمده 60 سنه كامله لحد ما سنه تقريبا وصل 80، اول الثمانينات. خلاص بقى معروف ان ايه يعقوب ده الراجل ده بتاع المسجد يعني. ففي مره جه واحد غريب عن القريه يعني بيزور القريه، فلفت دخل يصلي وكده، فلفت نظره الراجل اللي بيتعامل بنشاط ورغم ان هو عجوز وعدى 80 سنه اللي اسمه يعقوب، وعمال يخدم في الناس ويسقيهم، واللي عايز يشرب يروح مشربه، ويروح معدي ناس ومش عارف ايه، ويروح مساعد ناس شايلين حاجات تقيله. مين الراجل ده؟ فبيسال حد من الشباب اللي بيلعبوا في الشارع يعني، بيقول مين الراجل ده؟ قال له ده عم يعقوب، ده خادم المسجد واحد من اطيب الناس اللي موجوده في البلد هنا كله. قال له طب ايه الحرفين اللي على راسه دول؟ هنا الناس بدات يعني هم شايفين الحرفين على راسه طول عمرهم يعني، بس لان المده طولت قوي 60 سنه، معظم اللي حضروا القصه بتاعت يعقوب وحسن كانوا ماتوا، واللي مات بعد كده اللي جه بعده سأل فعرف او طنش او كده. عدت انت بتتكلم على 60 سنه يعني، انت جيل واثنين وثلاثه ممكن يكونوا خلصوا راحوا يعني.
فالجيل اللي طالع جديد فعلا مش عارف ايه سين خ دي. فالولد اللي بيشرح، الشاب يعني اللي بيشرح للراجل الضيف ده اللي في القريه، قال له انا اول مره اخد بالي منهم، ما كنتش واخد بالي منهم قبل كده، بس لعلها، لان الراجل ده ما بياخدش فلوس عن الشغل اللي بيعمله اللي هو عم يعقوب، قال له فلعلها اختصار لساعي خير. من اللحظه دي فالراجل ايه اللي هو الزائر ده عجبه الاسم يعني، فقعد يحكي الموضوع ده في كل ارجاء المغرب وفي كل قرى المغرب، ان في واحد راجل اسمه يعقوب ساعي خير، حافرين على راسه حرفين سين وخ. الراجل ده بيعمل كل اللي في وسعه علشان يخدم اهل البلد. نفس الحرفين، نفس الشخص، لكن التسميه والتعريف مختلفين. حصل امتى؟ حصل لما عم يعقوب غير الفعل بتاعه، ولما اخلص نيته لله، ولما تاب توبه نصوحه وقرر ان هو يغير من اسلوبه ويغير من طريقته ويحسن نيته وفعله، اتغيرت نظره الناس ليه. محدش فينا ما بيغلطش، بس الناس في الغلط نوعين: نوع الغلطه بالنسبه له هي الاستثناء، ونوع غلطهم بالنسبه لهم طبع. المشكله عمرها ما كانت في الغلطه نفسها، لكن في حجمها وتاثيرها. في غلطه بتمسح كل الحاجات الحلوه، وفي غلطة بتمسحها الحاجات الحلوة. ما تكرهش غلطاتك، الغلطات هي هدية القدر اللي جاي تعلمك عشان تصحح لك مسارك. الغلطات ما تتكرهش، لكن ما تتكررش وتتعلم منها. كمان ما تنتظرش الرضا من الناس، رضا الناس هو آخر غاية تفكر فيها. الأولى بتوددك وبمحبتك وبنول رضاه هو ربنا سبحانه وتعالى. لما بيرضى عنك ربنا بيرضى عنك الناس وبيرضى عنك الكون كله. ربنا رحيم ومنتظرك، ورحمته أكبر من كل الناس. مهما حد شاف ان غلطتك هي نهاية الكون، او ان مفاتيح النار والجنة بإيده هو مش بإيد ربنا. الفيصل دايما بينك وبين اي غلط عملته او بتعمله او هتعمله انك تحس ان ده غلط، وانك تستغفر وتتوب عنه. لو حصل بتبقى دي اشارة. الحسن البصري بيقول: لا اظن ان الله يعذب رجلا استغفر. فقيل له: لماذا؟ قال: كيف يلهمه الاستغفار ويريد به اذى؟ ربنا كبير ومش على كيف حد وما بينضحكش عليه، ولا مفاتيح الجنة والنار بإيد حد من عباده. والمطلوب: لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا. لو عجبك الفيديو منتظرين دعمك ومشاركتك للفيديو، منتظرين اللايك بتاعك وتعليقك. بنشوف كل التعليقات وبنقرأ كل الرسائل. دعمكم بيفرق معانا جدا جدا وبيساعدنا ان احنا نكمل ونوصل لناس اكتر.